كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وينعاد عليكم بألف صحة وسلامة. أول حكاية اخترنا إنها تمثل واحدة من أهم وأسعد اللحظات الكروية المصرية عبر تاريخها. نرجع بالزمن ليوم الجمعة 17 نوفمبر 1989، مباراة مرتقبة ومصيرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مصر بتستضيف الجزائر في مباراة العودة للدور النهائي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 90 في إيطاليا. مباراة الذهاب كانت اتلعبت يوم 8 أكتوبر في مدينة قسطنطينة في الجزائر وانتهت بالتعادل السلبي. المنتخب المصري بيوصل لمرحلة هي الأقرب ليه من أجل التأهل للمونديال. مباراة صعبة قدام خصم كان متواجد في آخر نسختين للمونديال ومع جيل قوي حقق الكثير مع الجزائر بقيادة رابح ماجر. يوم المباراة استاد القاهرة بيتملي ب120 ألف متفرج على الأقل، مع مطالبات قبل الماتش بزيادة التذاكر لأن الإقبال كان تاريخي على الحضور. كابتن محمود الجوهري بيبدأ المباراة بأحمد شوبير في حراسة المرمى، إبراهيم حسن وهشام يكن وهاني رمزي وربيع ياسين وأحمد رمزي في خط الدفاع، مجدي عبد الغني وهشام عبد الرسول وأحمد الكاس في خط النص، جمال عبد الحميد وحسام حسن في الهجوم. ما فاتش إلا 4 دقايق، كرة من الشمال عن طريق ربيع ياسين توصل في اليمين الناحية التانية عند إبراهيم حسن اللي بيشوط، لكنها تترد من دفاع الجزائر توصل لهشام عبد الرسول اللي يلعبها عالية توصل لأحمد الكاس اللي يعمل أوفر مثالي لحسام حسن اللي يدخلها براسه في الجول. هدف رج مصر كلها، مش استاد القاهرة بس، فرحة عظيمة في كل مكان في الملعب وبره الملعب. شوط أول بيمر من غير أي أحداث مؤثرة. الشوط الثاني بيبدأ بهجوم جزائري متوقع جدا، هدف واحد يحرزوه كفيل بتأهلهم للمونديال، لكن شوبير والدفاع المصري كانوا بالمرصاد للهجمات الخطيرة خصوصا في آخر 10 دقايق من المباراة. أطلق علي بن ناصر صافرة النهاية الأكثر سعادة، تأهل مصر لكأس العالم بعد غياب 56 سنة. اسم مصر بينطلق للزاوية العالمية في مشهد كبير وعظيم، مباراة بتتوج مجهود كبير للمنتخب المصري وأمام فريق كبير، ومنها عرفت مصر طريق الكرة العالمية.